بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بصحة وفي خير. هنعمل مع بعض النهاردة حمص الشام، أو الحلبسة، بالمية الجميلة والدقة الجميلة اللي هتخليكي مش هتشتريه تاني من بره. طبعا حمص الشام من الحاجات الجميلة اللي بنعملها في الشتاء، مع الليمون والكمون والشطة، بيدينا إحساس بالدفى في جو الشتاء البرد. معايا حوالي ربع كيلو من الحمص، بكون نقعاه من بالليل، بشطفه شطفة كويسة، وبزود المية، وبضيف طماطمايه مبشورة، حوالي 2 أو 3 فصوص توم مفرومين، ومعايا بصلة متقطعة أو ممكن تبشريها هي كمان بالمبشرة. وبنسيب الكلام ده كله مع بعض يغلي مع بعض بدون أي إضافات تانية. بضيف بس ورقتين لوري، وبسيب الكلام ده كله يتسبك مع بعض. هنا الحمص بعد ما تسبك معايا ودخل في مرحلة السوى، بزود المية علشان عندنا بيحبوا مية الحمص اكتر من الحمص. بعد ما الحمص بيستوي هبتدي اضيف الاضافات التانية. معايا الملح، معايا حوالي معلقة صغيرة بابريكا علشان تعزز اللون معانا، ومعايا كمان كزبرة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، والتابل الرئيسي معانا في الوصفة الكمون. ولو عندك كمان معجون طماطم او صلصة طماطم بتضيفي معلقة صغيرة، بتدي لون جميل لحمص الشام. وبقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما ياخد غلوة معانا. طبعا الحمص استوى وكل حاجة خلاص استوت معانا، هسيبه يغلي غلوة معانا ونبتدي نغرف الحمص. طبعا مش بضيف الشطة والليمون في المرحلة دي، الشطة والليمون بضيفهم عند التقديم، كل واحد على حسب رغبته. بضيف سنة شطة كده او حسب الرغبة، اللي بيحب الشطة كتير او خفيفة. وببتدي اضيف عصرة ليمونة علشان نغرف الحمص. هغرف كوباية بالشطة وكوباية من غير شطة، للناس اللي بتحب الشطة. شايفين جمال الحمص معانا ولون المية بتاعته مع الدقة الجميلة اللي عملناها، بيكون طعمه جميل وأجمل من الجاهز كمان. ببتدي أضيف معلقة حمص، وبزود باقي الكوباية بمية الحمص. طبعا ما اقدرش اقول لكم ان عندنا بيحبوا مية الحمص اكتر من الحمص، بالتتبيلة الجميلة اللي عملناها مع بعض والتوابل اللي ضفناها. وده شكل الحمص. طبعا انا هنا معايا كوباية بشطة وكوباية من غير شطة. جربيه بالطريقة اللي عملناها بيدا وبنفس التتبيلة، بيكون معاكي جميل وأجمل من بره كمان.
وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بننزله على القناة. واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله، وفي حفظ الله ورعايته.